ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده دايما بخير وصحة وسعادة يا رب. النهارده بقى كده مش هطول عليكم، النهارده هوريكم الاكله الجميله دي، اكله كده تحفه ومن الاخر وسريعه وسهله، وانتوا زي ما انتوا اتعودتوا عليا. انتوا عارفين ان انا بحب اعمل الاكلات السريعه والسهله والبسيطه ومش مكلفه يعني. فالنهارده هنعمل مع بعض الاكله الجميله دي، هي عباره عن كبد وقوانص زي ما انتوا شايفين كده. دي كانت الكميه اللي معايا دي، كان اعتبر 2 كيلو كده كبد وقوانص، كنت مقطعه عليهم كل كميه البصل اللي انتوا شايفينها دي. بس بقى ما رضيتش اقطع فلفل كتير، كان الفلفل طبعا نار حراق جدا، وطبعا الاولاد كانوا هياكلوا منها. فطبعا ما رضيتش اقطع على القرنين ونص دول، ما رضيتش اكتر يعني. وطبعا الكبد والقوانص بتاعتنا انا كنت مقطعاها بالمقص كده حتت صغنونه، كنت طبعا نقعها كده في خل وليمون وسبتها كده على جنب شويه. وقطعت كده كل كميه البصل اللي كانت معانا دي، طبعا مش عايزه اقول لكم والله بجد قعدت اقطع فيها يجي ساعتين. وعينيا طبعا اتصفت عقبال ما قطعتها، يعني كان حوالي الاتنين كيلو كبد وقوانص دول كنت مقطعه عليهم 3 كيلو بصل زي ما انتوا شايفين كده. جبت صينيه كبيره كده زي ما انتوا شايفين، حطيتها على البوتاجاز، حطيت فيها شويه زيت محترمين يعني حلوين كده، سبتهم يسخنوا شويه على البوتاجاز. ونزلت كده طبعا بالبصل بتاعنا والفلفل اللي انا كنت مخرطاه عليه. عايزه بقى انت تكتري الفلفل وتحطي فلفل كتير، وعايزه تحطي فلفل الوان، عايزه تحطي فلفل بارد. طبعا ما كانش عندي فلفل بارد، ما كانش عندي الا الفلفل الحراق ده، فانا ما رضيتش اقطع منه كتير طبعا عشان الاولاد يعرفوا ياكلوا منها وكده. فانت بقى لو عندك فلفل الوان عايزه تبدعي براحتك بقى، حطي فلفل الوان. عايزه تحطي فلفل اخضر حراق زي كده وتكتري عادي براحتك زي ما انت عايزه. بس مش عايزه اقول لكم والله بجد كانت ريحتها جميله جدا وجباره وسهله وسريعه. طبعا انا كنت عامله كل الكميه الكبيره دي، طبعا انتوا عارفين ان انا في بيت عيله وكده، وبناكل يعني كلنا مع بعض وكده. فطبعا انا بعمل كميات اكل كبيره علشان احنا بناكل كلنا مع بعض يعني وكده. بس فطبعا انا حطيت، وطبعا كده يا حبايبي بقى انا كنت حاطه البصل هفضل اقلبها كده في قلب الزيت. حطيت طبعا توابل، كنت حاطه ورق لورا زي ما انتم شايفينه وعود قرفه كده. وكنت حاطه شويه كركم. لا يا ربي، كنت حاطه شويه بابريكا وكمون وفلفل اسود وملح، ما حطيتش زياده عن كده يعني. وقلبت بقى كل التوابل كده مع البصل، شوحتها شويه كده على النار. وطبعا الكبد والقوانص بتاعتنا كده بقى هغسلها كويس جدا من الليمون والخل اللي انا كنت نقعهم فيها. وهنزل برضو كده على البصله بتاعتنا كده، وهشوح بقى كده كله مع بعضه. وكنت حطيت فصين توم، بس انا معرفتش يعني ما صورتش الفصين التوم دول وانا حطاهم. انت عايزه اقول لكم ان الفصين التوم دول بيفرقوا معايا جامد جدا. فانا كنت حاطه فصين توم كده، بس ما معرفتش يعني ان انا اصورهم واوريهم لكم يعني. بس فاهم حاجه تحطي فصين التوم دول ما تنسوهمش، هم فصين توم او 3 فصوص توم على كل الكميه دي، ايوه. هي بس انا عايزاها تعمل لها ريحه بس كده. طبعا أنا قلبت بقى كل ده كده وشوحته مع بعض وكده، ما شاء الله مش عايزه اقول لكم على ريحتها وطعمها. كانت جميله جدا. عايزه بقى انت تعملي جنبها رز، عايزه تعمليها كده في فينو للاولاد، وتعملي جنبها مثلا سلطه وطحينه براحتك زي ما انت عاوزه. طبعا انا ما كنتش يعني عامله جنبها كده، انا كنت بس عامله رز بشعريه وكنت عامله مخلل وخلاص على كده. انت بقى عايزه تعمليها في سندوتشات وفينو وكده زي ما انت عايزه وزي ما انت تحبي يعني. لو انت اول مره تتفرجي على القناه بتاعتي ودخلتي اهو واتفرجتي على القناه بتاعتي، يا ريت ما تنسيش تصلي على النبي وتذكري الله في كل وقت وفي كل مكان. واهم حاجه تصلي على النبي وتشتركي لي في القناه وتعملي لي لايك حلو كده زيك، وكومنت جميل كده زي العسل زيك. وما تنسيش كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي تعمليها بالله عليكي يعني. وطبعا اتفرجي معايا بقى كده، هتتفرجي على القناه بتاعتي. القناه بتاعتي هي عباره عن طبخ زي ما انتم شايفين وروتينات وحاجات جديده كده هوريها لكم. لو رحت طبعا عند ماما بصور عندها، رحت عند اختي بصور عندها، وبقوا لسه هوريكم حاجات جميله ومختلفه يعني ان شاء الله المره الجايه. والاكل بتاعي اللي انا بحب اعمله يعني هو سهل وبسيط زي ما انتم شايفين. وانا طبعا عشان قاعده في بيت عيله فانا بعمل كميات كبيره، وساعات بوريكم برضو خبيز العيش، واوريكم برضو اي حاجه انتوا عايزين تتفرجوا عليها انتوا ممكن تقولوا لي عليها وانا اعمل لها فيديو. اللي انتوا عايزينه يعني ممكن تقولوا لي عليه، او عايزين اكله سهله وسريعه زي ما انا بوريتكم كده. انتوا ممكن تقولوا لي على الاكلات دي، ولو في اكلات انتوا شايفين عارفينها يعني انا ممكن معرفهاش قولوا لي عليها علشان انزلها واعملها على القناه بتاعتي وانزلها وكده يا حبايبي. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده بقى انا قلبت الكبده كده وسبتها كده تستوي مع بعضها شويه كده على النار. هي كده طبعا نزلت كل الميات اللي فيها، انا هسيبها الميات دي خالص لما تنشف. انا ما حطيتلهاش اي ميه خالص. طبعا الميات دي كده نازله من الكبده ونازله من البصل وكده، انا هسيب بقى كده الكبده بتاعتنا تتشوح خالص واي ميه فيها تنزل خالص وتنشف من عليها.
واهم حاجه طبعا تسيبها تستوي براحتها. انتوا عارفين ان القوانص بتستوي، الكبده بتستوي اكتر من القوانص بسرعه، فانت برضو تسيبيها تستوي بسرعه او تستوي حلو يعني على النار، عشان القوانص بتاخد سوا اكتر من الكبده. فانت تسيبيها ايه براحتها كده على النار، ولو لقيتيها محتاجه ميه ممكن تحط لها نص كوبايه ميه بس. فانا كده وهي الكبده بتستوي على النار عملت كده على العين التانية على البوتاجاز، عملت كده الرز بشعريه بتاعنا. طبعا زي ما انتوا عارفين انا بحب اكتر الشعريه بتاعه الرز، يعني انا بحب ايه الشعريه بتاعه الرز لما بتكون كتيره بتخلي طعم الرز احلى يعني. بس انا طبعا ما كانش عندي الا شويه الشعريه دول، فانا صرفت نفسي يعني موقفتش نفسي وعملته وكده. بس انا بحب عامه اعمل الشعريه تبقى نص كميه الرز، بتبقى طعمها احسن والفلفل والرز بتاعك بيطلع مفلفل وجميل. بس انا ما كانش عندي الا شويه الشعريه دول، فانا عملت بيهم عادي يعني موقفتش نفسي ولا حاجه. وطبعا كنت عاملاهم على كيلو رز زي ما انتوا شايفين. انا طبعا الرز بتاعنا ده كان نضيف جدا ما فيهوش اي حاجه. فانا لما بلاقي الرز بتاعي يعني نضيف ونوع الرز كويس، ما بضطرش يعني ان انا اغسله كده. لكن لو انا لقيته فيه طوب او نوعه مش حلو شويه ممكن انقي الطوب اللي فيه واغسله كويس مره واتنين وتلاته واعمله. بس عشان الرز بتاعي كان نوعه نضيف يعني وكده فانا ما غسلتوش. فنزلت كده على الشعريه بتاعتي وقلبته كده تقلبتين. اهم حاجه الرز بتاعك عايزاه يبقى مفلفل وحلو، قلبيه شويه مع الشعريه يعني افضلي قلبي فيه كده لما تلاقيه بيشخلل كده معاكي في الحله، تعرفي كده ان هو ايه كويس ويبقى مفلفل معاكي. وبعد كده هتنزلي بقى بالشوربه، لو انت عندك شوربه فراخ او شوربه لحمه ممكن تسقي الرز بتاعك. لو مش عندك شوربه لحمه او فراخ عادي بتسقيه بميه، ميه دافيه كده شويه. وبعد كده بتنزلي بمرقه دجاج وشويه ملح وكمون وفلفل وتظبطي الرز بتاعك. ولو عندك ورق لوري ممكن تحطي له ورقه كده بتعمل له طعم يعني. وخلاص على كده الرز بتاعك بيبقى تمام جدا وتحفه يعني. وبتغطي الحله وتسيبيه يستوي. اول ما الرز يتشرب هوريكي برضو دلوقتي يتشرب ازاي. طبعا اول ما الرز بتاعك هتلاقيه يتشرب كده روحي بقى ايه موطيه البوتاجاز خالص وتسيبيه يستوي على نار هاديه. دي يعني انسب طريقه للي اي حد يقولك الرز ممكن بيعجن مني ومش بيعجن مني، لا. ظبطي للرز الميه اهم حاجه، تظبطي للرز الميه بتاعته. واول ما تلاقيه يتشرب وطي النار عليه تسيبيه بقى يستوي براحته. اهم حاجه الرز لما بتسيبيه يستوي براحته هيستوي معاكي كويس جدا وهيبقى مفلفل معاكي وحلو. بس انا كده نزلت بواحدة شوربة ماجي عليه طبعا عشان انا ما عنديش شوربة فراخ او لحمة، كنت عاملاه بمية عادي يعني. نزلت كده بشوربة ماجي وبعد كده حطيت المية بتاعتنا عادي خالص زي ما انتوا شايفين. وهقلب الرز بتاعنا كده واشوفه محتاج مية تاني ولا لا. حطيت له برده شوية مية تاني صغيرين. وهظبط برضو ايه الملح بتاعه والكمون والكلام ده. وهغطي بقى الرز بتاعنا يستوي براحته. طبعا انا عملت الاتنين كده جنب بعض، كان الكبده على عين والرز على عين التانية. يعني انا بحب اخلص كده كله مع بعضه يعني. في ناس ممكن تقولك لا انا ممكن اعمل الحاجه دي الاول وبعد كده اعمل الحاجه التانية. لا عادي انا ممكن اعمل كذا حاجه في نفس الوقت. وكمان اللي بيحكمني البوتاجاز علشان هو 4 عيون بس بتاع حماتي وصغير زي ما انتوا شايفين كده، فانا ما بعرفش اعمل الا ممكن ايه صنفين عليه او حاجه. وطبعا الصينيه بتاعه الكبده كانت كبيره قوي كانت على البوتاجاز، فالمكان اللي انا كنت عامله فيه الرز كان مكان صغير جدا. فاضطريت ان انا كنت احط الحله بعجوه شويه بعوجه شويه. بس انا لو طبعا لما عملت الرز يعني صحفت الحله الصينيه بتاعه الكبده كده زي ما انتوا شايفين كنت مخليها على طرف البوتاجاز عشان لازم الرز بتاعك وانتي حاطاه على النار لازم يكون البوتاجاز الحله بسوى العين عشان كله يستوي زي بعضه. اما اي حاجه تاني غير الرز والمكرونه عادي ممكن تحطها باي مكان هتستوي معاكي يعني مع التقليب وكده. لكن الرز طبعا لازم تحطيه مظبوط على العين بس. فطبعا ده الرز بتاعنا طبعا بعد ما اتشرب هو كده خلاص اتشرب الشوربه خالص. انا طبعا قلبته كده زي ما انتوا شايفين وهوطي بقى عليه النار خالص وهسيبه بقى يستوي كده براحته. هوريهولكوا برده في الاخر وانا بغرفه كده في الطبق. دي الكبده بتاعتنا طبعا بعد ما الشوربه بتاعتها اتشربت تماما ما فيهاش اي شوربه ما فيهاش اي حاجه زي ما انتوا شايفين. وده الاكل بقى بتاعنا كده بعد ما خلص ما شاء الله الله اكبر. طبعا بقى الاكل بتاعنا كده بعد ما خلص يا جماعه ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في طريقه التقديم بتاعتي يعني. وما شاء الله الاكل كده زي ما انتوا شايفين حاجه سريعه وبسيطه وسهله ومش بتكلفكم كتير يعني. ويا ريت ما تنسوش تشتركوا لي في القناه وتعملوا لي لايك حلو كده وكومنت تشجعني فيه ان انا انزل فيديوهات تاني. ما تنسوش تصلوا على النبي وتذكروا الله.
وقناتي اسمها ام العيال في البيت بيتي، قناتي اسمها ام العيال في البيت بيتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله.